40 قتيل اليوم بدير الزور مشان يرضون أهل التاهو وأهل الجيمات، مشان يرضون طريق صار له 60 سنة 70 سنة ضيق، سموه طريق الموت. ليش حتى الآن ما سويته؟ ليش؟ يعني كل يوم يموت 10 و15 بس مشان يرضون أهل التاهو، بس مشان يرضون أهل التاهو. وقت يجونك بالتاهو ما يقولون طريق ضيق الناس تموت ما حد دريان. اللهم نفسي. شنو ذنب هالمساكين اليوم؟ شنو ذنب هالطفل المسكين الواقف فوق أمه يبكي فوق أمه؟ شنو ذنبه هذا الطفل؟ شنو ذنبه يا عالم يا ناس؟ شنو ذنبه؟ وانتم لا إسعاف ولا سيارة إسعاف ولا بمشافي ولا بدكاترة، بس مشان يرضون أهل التاهو. والله صار لنا 60 سنة على هاي المعاناة. أنا ابن محافظة الحسكة، معي الأخ عمر ابن محافظة دير الزور. صار لنا 60 70 سنة حول هاي الطرقات الضيقة. يعني اليوم الدولة قلنا أخي الدولة الماضية ظالمة، طيب أنتم هالدولة الجديدة ما تقدرون توسعون هالطرقات؟ طيب كل يوم يصير مئات الحوادث، يعني بي حوادث قاعدة تتوثق على الإعلام، بي حوادث ما قاعدة تتوثق. والله ما صار اليوم زاد من شيء 20 يوم ابن أختي شفت بعينك الحادث، إلا نقلوه على الشام ما بي مشاب. طيب يا ناس يا عالم يا حكومة، وين انتم عن الشعب؟ وين انتم عن هالناس اللي مظلومة، أهل الحسكة المنكوبة، أهل دير الزور المنكوبين؟ ما نقدر غير نقول حسب الله ونعم الوكيل، والله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إلى متى هاي المعاناة أهل الجزيرة تحديدا؟ إلى متى؟